السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي للجميع. وصفة اليوم راح تكون كلش سهلة بسيطة، وطبعا جبت لكم طريقة المعامل اللي احنا نشتغلها بالمعمل، شلون الطريقة الصحيحة وبطريقة اقتصادية بنفس الوقت. راح نبلش وياكم بالمقادير. طبعا شغلنا راح يكون على الطباخ. راح نجيب جدر صغير نخلي بيه نص كاسة من الزيت ونص كاسة من المي، يعني نفس القياس. خلي فانيلا وذرة ملح. اول ما تبلش تغلى عندي على النار أو أنص النار أخليها على نص شي، وأخلي كاستين طحين أعجنها بهذا الشكل لحد ما يختفي عندي الطحين. بعدها أنزلها على الميز مثل ما واضح قدامكم. طبعا نطفي الطباخ ونزلها على الميز، أو إذا تحبون على الصينية ماكو أي مشكلة، وأعجنها وأخليها أفرشها بهذا الشكل لحد ما تبرد عندي، يعني تصير كلش باردة عندي 100% نسبة البرودة مالتها. بعدها راح أجيبها أخليها بكاسة هنا مثل ما تشوفون، أخليها بكاسة وراح أجيب 6 بيضات. طبعا البيض راح أخليه بالتدريج، العفو، 2 راح أجيب الخلاط، راح أخلي المضرب هذا مثل ما تشوفوه، المضرب اللولبي. أخلي أول 2 أعجنها، أول ما تنعجن أخلي 2 الثانية، وأخير شي أخلي 2 الثانية. تصير عندي 6 بيضات بالضبط. بعدها راح تتماسك عندي العجينة، راح يصير قوام العجينة بهذا الشكل. صارت عندي العجينة جاهزة. هسه لازم نريحها. راح أرجعها أنزلها على الميز أو على الصينية مثل ما قلت لكم، نخليها تقريبا 5 دقائق. بعدها راح نجيب كيس الصب مال الحلويات، نخلي بيه فورمة عدلة النجمة، ماكو مشكلة. طبعا الفرن راح يكون عندكم جاهز على درجة حرارة 180. راح نجيب صينية. طبعا الصينية حاولوا تدهنوها بالزيت، إذا مو تيفال ادهنوها بالزيت. الحجم راح يكون اختياري، انتو اختياري لكم. نخليها بالفرن على 180، تاخذ من عندكم تقريبا 45 إلى 40 دقيقة. طبعا هسه راح نحضر الصوص. الصوص عبارة عن نوعيتين، اللي هو الصوص العادي واللي الثاني اللي هو البودنج. راح نسوي الاثنين، راح المقادير تكون مكتوبة بظهر المغلف. اشتروا الجاهز من الماركت ارخص من ما تسووه عملي، واذا تحبون العملي راح اكتب لكم المقادير مالته بالتعليقات. وهذا راح يكون شوية مكلف، يعني اللي بالماركت راح يكون أرخص. طبعا راح تسوون البودنج وتخلوه بكاسة، وتسوون الصوص وتخلوه بنفس الكاسة، تخلطوها، يعني راح يصير طعمها كلش طيب. راح تبرد عندكم 100%. الصوص لازم. هنا أنا عندي جاهزة صارت العجينة وبردت. راح نجيب الكريمة إذا تحبون تستعملون الشانتي، أو إذا تحبون تستعملون الكريم باستري، ماكو أي مشكلة حسب الرغبة. راح نحشيها بهذا الشكل هنا مثل ما تشوفوها، من الأسفل مالتها نثقبها ثقب ونحشيها بهذا الشكل. بعد ما كملنا الكمية كلها راح نجي نحضر بهاي الطريقة. شوف الصوص عندي، الصوص كلش طيب. طبعا لازم يكون عندكم بارد، يعني هاي كلش نقطة مهمة. بعدها راح نغطس القطع بهذا الشكل مثل ما تشوفون، وخليها بصينية، بايركس، بصحن، أي شيء أنتو تحبوه. العجينة هاي اللي سويتها تطلع عندكم صينيتين مثل هاي اللي قدامكم واضحة، صينيتين بالضبط. بعدها راح نصفطها بهذا الشكل مثل ما تشوفون. هاي عندي طبعا الصينية الأولى، والصينية الثانية راح تكون واحد. راح نخلي شوية من الصوص طبعا كلش طيب. بعدها راح نزينها بالجوز الهند، أو إذا تحبون مكسرات حسب الرغبة اللي انتو تريدوها. وراح هنا نخليها بطبقة تقديم، هاي وحدها طبعا. مثل ما قلت لكم يا اخوان، طريقة الصوص كلش ضرورية، يعني هاي طريقة الصوص اللي بالماركت تكون اوفر، فقط انه نضيف لها الحليب ونخليها على النار تغلي وخلاص صارت عند جاهزة. الطريقة التحضيرية راح تكون مكلفة، يعني راح تصير تقريبا اضعاف اللي راح نشتريها من الماركت، بس مع ذلك راح اخلي لكم المقادير مالتها بالتعليقات. طبعا الطعم ما احكي لكم عنه. طبعا انصحكم انكم هاي الطريقة تجربوها، سهلة وبسيطة وطعمها كلش طيب. بنهاية الفيديو يا اخوان لا تنسونا بصالح دعاكم، ولا تنسونا باللايكات، واهم شي لا تنسوني بمشاركة المقطع هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.